السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة يسرا أم رزان. ففي هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفة صيفية رائعة تقدروا ديروها للغداء او للعشاء. كتجي بنينة بزاف وغادي نديروها بالشعرية الشينوا او الشعرية الصينية، وغادي تكون معتمدة هنايا عندنا بمذاق الحوت. فتابعوا معايا المقادير والطريقة حتى الاخير. فاول حاجه هنا بالنسبه للمقادير غادي نحتاجو هاد لي باكيت ديال الشعريه الشينوا اي نوعيه عندكم، وغادي ناخذ ماء غليان وغادي ندير فيه هذيك الشعريه ونخليها حتى ترطب، ومن بعد نصفيها ونقطعها. من بعد غندوزو باش نحضروا الحشوه. غادي ندير واحد المقله غندير فيها بصله مقطعه مكعبات صغيره مع واحد الفص ديال الثومه، ونخليهم حتى يتحمروا مع شويه ديال الزيت، ونزيدو فيه حتى الزيت ديال الطون. صافي من بعد ملي غتحمر لينا غنزيدو معاها شويه ديال الصدر ديال الدجاج، ونبدا نشحر كلشي مزيان. من بعد تقدروا تزيدوا هكايا القمرون او الجامبا او اي نوع ديال الحوت عندكم، كالامار او لا، كيعطي واحد المذاق زوين. وغادي نزيد كذلك شامبينيون الا كان عندكم معلب او لا خضر. صافي وغادي نحتاجو في التوابل تحميره وشويه ديال الكمون، شويه ديال الابزار والتوابل ديال السمك، واحد الطامه ديال السمك كيعطي واحد المذاق زوين. ايضا غادي نحتاجو شويه ديال الزيتون مقطع مع معلقه ديال الحامض مصير، اولا تقدروا ديروا غير طريف ديال الحامض مصير هكا مقطع رقيق. صافي وغادي نكب داك الشرموله على الخليط ديالي، ونزيد معاهم تقريبا واحد 4 كاس ديال الماء باش الشرموله ديالنا ما تحرقش يعني في هذاك الزيت اللي تيكون. صافي وغادي نزيد عليهم الربيع مقطع طريفات صغار، قزبر ومعدنوس، ونخلطوا كلشي مزيان ونخليو داك الشيء يتعلك. وهنايا غادي نضيف واحد الطون حتى هو كيعطي مذاق زوين بزاف. وهنا تقدروا تزيدوا حتى الهريسه اللي كيبغيها. انا عندي بنيته صغيره ما نقدرش ندير الهريسه. صافي وغادي نزيدوا الشعريه الصينيه اللي قطعنا، وغادي نخلط كل شيء مزيان حتى يتجانس لينا هذيك الشرموله مع داك الشعريه. وغادي ندوز باش نحضر معاكم لاصوص اللي غادي نرافقوا بها هاد في الوصفه ديالنا. غادي نحتاجوا واحد الزبده، انا استعملت هاد الزبده هذه معلقه تقريبا كبيره، غنزيد معها معلقه ديال الفرص. غادي نخلطهم مزيان بواحد الطراب يدوي حتى يتجمع لينا داك الطحين مع الزبده. وغادي نبدا نضيفوا الحليب شويه بشويه حتى ما يبقاوش لينا داك التكتلات، ويبدا يقصح لينا هاد البيشاميل. هذه صوص بيشاميل غير هي شويه خفيفه على صوص اللي تنديرو دائما. صافي هنا غنستمر بالتحريك حتى تبدا تقلي شويه هاد لاصوص، ونبدا نزيدو ليها الحليب شويه بشويه. تقريبا انا هنا درت كاس ونص هكا ديال الحليب. من بعد غادي نزيد ليها شويه ديال الملحه وشويه ديال البزار، غير شويه. تقدروا تنسموها باش ما بغيتو. انا هنا درت جوج ديال الفرماجات. غادي نخلط كل شيء مزيان وغادي نخليها حتى تطلق لي واحد الكشكوشه من الفوق، ومن بعد غادي نطفي عليها ونحطها. هانتوما كي كتشوفوا شفتوا لاصوص بيشاميل ديالنا يعني تتكون جاريه شويه ماشي عاقده بزاف. هنا هذه هي الحشوه اللي درنا ديال الكراتان، تجي بنينه بزاف. هنا غادي تاخذوا اي مول عندكم بغيتوا ديروا فيه هذا الكراتان هذا، غادي نديروا فيه شويه ديال البيشاميل وغادي نحاول نوزعوا على الجوانب كاملين. وغادي نبداو نضيفوا الحشوه ديالنا شويه بشويه. فالمذاق ديال هاد الحشوه هذه كيجي بنين بزاف كيف ما قلت لكم. وداك لوغو ديال الدجاج مع البصله مع الشامبينيون يعني مع الحوت تيجي رائع بزاف بزاف. صافي هنايا غادي ناخذ البيشاميل اللي بقات ليا وغادي نوزعها من الفوق كامله حتى نغطي الوجه ديال الشعريه كامل. وهنايا غادي نزيد من فوق الفرماج. انا ما صورتش منين درت له الفرماج، ضروري ديروا هكا شويه ديال الفرماج موتزاريلا اولا الفرماج الاحمر اللي بغيتو، وتدخلوها الفران تقريبا واحد ربع ساعه. صافي وتخرجوا هذا الشكل ديالها كي كيجي. كتجي بنينه بزاف هاد الوصفه هذه، غير جربوها على حسابي.
وخصوصا في هذا الصيف هذا كنبغيو غير الوجبات اللي تيكونوا خفاف وساهلين، يعني اللي دغيا كيوجدوا. فهذه غير بالزربه تتوجدوها. نتوما شوفوا كي كتجي واعره واعره. وهنايا غادي نقطع معكم شويه من هاد الكراتان هذا، تيجي صراحه معلك معلك وبنين. صافي، وهنا كيكون الفيديو ديالنا سهله ديال اليوم. نتلاقى معكم ان شاء الله في وصفه جديده وفي فيديو جديد ان شاء الله. وهنا كيف ديما الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش من واحد اللايك، والى اول مره كتزوروا القناه ديالي خليو لي واحد ابوني. وشكرا لكم وفرجه ممتعه.